10 صفات لو في شريك حياتك صفة واحدة منهم اوعي تاخديه حتى لو كان متدين. طب ايه الصفات دي؟ تابعني في برنامج انا وعلي وهقول لك. اخواتي اللي بيفكروا بعقلهم اكتر من قلبهم، ازيكم؟ انا محمد حنفي والحلقه دي بعنوان ازاي تختاري الزوج الصالح. بس قبل ما نخش في الموضوع بفكرك انك تشترك في القناه وتفعل خاصيه الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي ممكن تغير حياتك. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان الزوج الصالح لازم يكون فيه شرطين مهمين جدا عشان خاطر تعيشي معاه حياه سعيده، وهما الدين والاخلاق. وحط لك الدين والاخلاق عشان تختاري على اساسهم الزوج الصالح. والدين مش مجرد صوم وصلاه وعبادات وبس، الدين المعامله، يعني يعاملك بما يرضي الله ويتقي ربنا فيكي. اما الاخلاق فمهمه جدا، فالرسول عليه الصلاه والسلام بعث ليتمم مكارم الاخلاق، وقال ان اكمل المؤمنين احاسنهم اخلاقا، زي التواضع والامانه والصدق والحنيه وغيره. وحذرك من صفات لو لقيتيها في الشاب اللي بيتقدم لك ارفضي وانت مغمضه. اولهم البخيل، اللي هتلاقيه على طول بيعلق على الفلوس وعلى مصاريفك الشخصيه، زي جايب هديه غاليه كده ليه، اشتريتي لبس غالي ليه، مالها الوكاله. فالبخيل هيخلي بيتك دايما مليء الفقر والحزن، لان ببساطه ما بيحسنش الظن بالله ولا بيتوكل عليه. كفايه ان في ملكين كل يوم الصبح بيدعوا عليه ويقولوا اللهم اعطي كل ممسكا تلفا، يعني يا رب اتلف اموال البخيل وانزع منها البركه. 2 الديوس، اللي ما بيغيرش عليكي، اللي على طول عايزك جميله وشيك عشان خاطر يتباهى بيكي في وسط الناس اللي يعرفها، وكانه بيقول لهم شوفي مراتي جميله ازاي. 3 العاق، اللي بيعامل اهله بطريقه سيئه وخصوصا الاطفال، واحذري منه جدا جدا، لان الغير رحيم بالاطفال عمره ما هيكون رحيم بيكي، لان اللي ملوش خير في اهله مش هيكون ليه خير فيكي. 4 شارب المخدرات، اللي هيكون خطر عليك وعلى اولادك، لان المخدرات بتغيب العقل وهيكون اكبر سبب في ضياع مستقبلك ومستقبل اولادك في يوم من الايام لا قدر الله. 5 بذيء اللسان، اللي كلامه دايما فيه الفاظ بذيئه كتير، وده خطر جدا لانه ممكن في يوم من الايام يشتمك، يضربك، يقلل من احترامك قدام الناس، فبعيدي عنه لانه مستحيل يعلم اولادك في يوم من الايام الاحترام. 6 الكذاب الكلامنجي، اللي بيتكلم كتير وما بيعملش، واللي بيوعد وما بيوفيش. وخديها قاعده، زي ما الجواب بيبان من عنوانه الراجل بيبان من افعاله. 7 الطماع، اللي عينه على مرتبك، اللي دايما يسالك عنه ولو عرفه هيقعد يقسم لك فيه، قال يعني بيحاول يوفر لك. 8 ابن امه، اللي بياخد رايها في كل حاجه واللي بيحكي لها على كل شيء ما بينكم. اوعي تاخديه، لان قراراته مش هتكون من دماغه، هتكون من دماغ امه، وفي فرق كبير جدا بين شخص ابن امه والبار بامه. 9 المعتمد على اهله، وده اللي ابوه جايب له الشقه ومجهزها له وهو جايب طوله، فده هيكون عديم المسؤوليه. 10 الشكاك، وده اللي هيشك فيكي عمال على بطال وهيوهمك ان شكه ده عباره عن غيره، ولكن ده عدم ثقه. وخديها مني نصيحه، اختاري الزوج الصالح اللي يعينك على فتن وشهوات الدنيا، لكن وانت بتختاري اعرفي انك هتتجوزي عيله مش شخص. شخص لازم يكون فيه عيوب، بس الاهم انك تكوني متقبلاها، وفوق كل ده لازم تكون العيوب دي بعيده عن الدين والاخلاق. وخدي بالك من حاجه مهمه جدا، الرسول عليه الصلاه والسلام لما وصاكي ان من جاءكم من ترضون خلقه ودينه، كان يقصد ان من جاءكم شاب دينه واخلاقه مناسبين ليكي ولعيلتك اقبلوا بيه. يعني البنت الغير ملتزمه ما تاخدش ملتزم لان هو هيرهقها بطلباته، ما تلبسيش، ما تروحيش، احفظي قران، صلي الفجر حاضر، كل الحاجات دي حلوه جدا ولكن بتحتاج وقت كبير. لو خبط على باب بيتك او قلبك شاب فيه صفه واحده بس من ال10 صفات دي اوعي تاخديه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، لان الدال على خير كفاعله، والدين نصيحه. سلام.